هذه التغطية الإعلامية المكثفة لقضيتك والمقابلات التي تجرى معك يعني جعلتك معروفا تقريبا لدى عامة النرويجيين. لا يعني جعلتني، هم كتبوا قالوا ما جرى لمولا كريكار لم يجري لا للملك ولا لمايكل جاكسون ولا لبيل كلينتون ولا لسلمان رشدي عندما جاءوا إلى هذه البلاد. ما كتب عني خلال شهرين بلغ أكثر من 50,000 مقال، فكان ازدحام بشكل كبير جدا علي. وكأن هذه المجتمعات بحاجة إلى قضية تشغلها. نعم، ولكن من ضمن الأشياء الطيبة في هذا المجتمع، مرة المحامي جاء إلى بيتنا وقدمنا له كعك تفاح، فقال ما لي هذا المرة الثالثة وأنا أتي إلى بيتكم وأكل نفس الكعك؟ فقلنا لأن الدفتر الذي أم سيد زوجتي تكتب فيها أنواع الكعك المعجنات أخذه الشرطة، فاتصل بالسكرتيرة وقال اكتبي كتابا إلى الشرطة ليعيدوا إما الكوبي يصوروا أو يعيدوا الدفتر، واتصلي أيضا بالإعلام أخبريهم. صارت بعدها ضجة إعلامية، فامرأة نرويجية اتصلت قالت أنا كل يوم أشرح طبخة أو أشرح نوعا من الكعك لزوجة مولا كريكار حتى ما تمل من كعك التفاح. وفوجئت أن هذا المقال وهذا الأمر وصل إلى إلى أنجلس تايمز، من هناك ترجم في الشرق الأوسط، ثم ترجم في موقع حامد العالي في الكويت، ثم واحد في الدنمارك اتصل بي وقال افتح هذه الروابط كله على كعكة التفاح، على الكعكة. وأيضا طبعا الخبر أصبح يتداول كل يوم. اتصل بي واحد نرويجي عن طريق المحامي، قال أنا كنت في السجن، قال أنت رجل مسلم ومن حقك أن تعيش بيننا متدينا بدينك الذي تؤمن به، ومن واجبنا نحن أيضا أن نحميك، فأنا الطابق الأرضي لبيتي يتسع على الأقل أكثر من 50 مصليا، تعال واجعلها مسجدا. نعم. فبعض الناس كانوا متعاطفين، لكن الزخم الإعلامي الذي كان ضدي والإثارة التي كانوا يعملوها كماكينة إعلامية يومية، والأحزاب أيضا حتى أكثر الأحزاب قربا من الأجانب ما كان يتجرأ أن يدافع عني، فجعلوها قضية كأنها هم فوجئوا بأن غولا أمامهم اسمه إسلامي أصولي ومسلح ووجدوه فجأة بينهم، وكل أحداث سبتمبر ويربطوا كل قضية مثلها أيضا بصورتي في الأخبار، انفجارات لندن، انفجارات مدريد، أي انفجار أو أي اغتيال أو قتل، أيضا مرة أخرى صورتي تأتي على شاشة أدمغتهم. وتصبح طبعا هذه مادة للتنافس ما بين الأحزاب السياسية. نعم. يعني أيهم يريد أن يحافظ على أمن البلاد أكثر. نعم. ولذلك هم حتى في تنافسهم السياسي كانوا يستخدمون أنه اجمعوا لنا أموالا نرسل مولا كريكار إلى بلادي، أعطونا أصواتكم نرسل مولا كريكار إلى بلادي، كلام من هذا القبيل. فبالتأكيد كان الانطباع سيء في جانب، الآثار السلبية كانت مؤثرة. كما أنني لما طبعت الكتاب بالنرويجية وتوزعت كان له أيضا تأثير إيجابي نسبي في تصحيح كثير من المسائل، لأن الناس سمعوا منك مباشرة. نعم، خصوصا حتى عند النخبة. أولا القضاء 99% من القضاء كانوا معي، رجالات القانون كانوا يشعرون أنها لعبة سياسية جيدة، الرجل نقدم محكمة إثر محكمة، اتهام إثر اتهام، ونصرف أموالا، ومخابراتنا تذهب إلى جماعة طالباني والبارزاني وكل الحماية اللي كانوا معي الإخوة كلهم اعتقلوا في كردستان، إخوان يعتقلوا، أصهار يعتقلوا، الكل يعتقلوا هناك، وهم ذهبوا إلى هناك 3 أشهر حققوا مع الجميع ما وجدوا أي شيء. لكن مع ذلك بقت الأوضاع هكذا، وصارت لعبة للسياسيين
وضعوها على القانونيين، والقانونيين وجدوا أن هذه لعبة سياسية ما لها دخل في المجال القانوني، لا جناية ولا جرم ارتكب حتى تشمل فقرة معينة. فأخيرا قالوا ما في أيدينا من أدلة ربما يكون أن ملاك ركار يشكل خطرا على الأمن النرويجي في المستقبل، وتركوه هكذا هائما. لأنه أيضا موضوع يعني ما وجد من يؤازره بصورة جدية يعني.